متى اللبناني بده يرجع يشوف كهرباء؟ هلا بأقرب فرصة. هلا بأقرب فرصة إن شاء الله. وأنا يعني مفروض طلبوا فتح خطاب الاعتماد لترسية السبوت كارغو. مفروض سبوت كارغو ب 24 شهر بيخلص تحميله من مصر وبيجي لهون. ب 26 شهر بيكون في الوقت الكافي يومين لفحص لأنه بنفحصه بفيريتاس نحن. فبالتالي بيطلع الفحص. وب 26 يعني أول أسبوع الجاي بتزيد الكهرباء مفروض لحد 600 ميجا وات. هيدا يعني قد ايه؟ كم ساعة تقريبا؟ يعني حاول نرجع للاستقرار النسبي اللي هو 6 ساعات. هيدا منه طموحنا، انتبه، هيدا مش طموحنا. والفيول الجزائري اللي بالطريق، الفيول الجزائري بعدنا عم نحكي نحن وياهم بالنسبه للكميات وبالنسبه للنوعيه، لانه الفيول اللي بينتج بالجزائر لا يصلح لاستعماله بالمكانات عندنا بالمعامل، خاصه الاربعه المهمين اللي عندنا اياهم. فبالتالي اذا بده يكون فيول مختلف عن المواصفات اللي احنا بدنا اياها بده يخضع للمبادله مثل ما بنعمل الفيول العراقي. فهلا عم نحدد يعني الفيول الجزائري رح يأخر الأزمة أو نو الفيول الجزائري ما رح يغير رح يزيد بتنوع مصادر الطاقة في لبنان، خاصة إذا كان مستدام أكثر، وبنفس الوقت رح يعطيك مجال إنك تزيد التغذية. إذا متابعينا الكرام كما سمعتم كان هذا تصريح لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض. وكما تعلمون مؤخرا في لبنان عندهم أزمة خطيرة ديال الطاقة لدرجة أن الكهرباء تنقطع يوميا في لبنان. ناض نظام حضارة الجزائر مجددا بغا يدير فيها مسرحيه وقال لك اسيدي حنا غادي نعاونوا لبنان وغادي نصيفطوا لهم الوقود وغادي نصيفطوا لهم شحنه او سفينه ديال الوقود باش يخدموا الكهرباء وما الى ذلك من هذه الامور. لكن كما سمعتم الان وزير الطاقه اللبناني يصرح بعظمه لسانه، هو اللي صرح، وليد فياض، ماشي انا، ماشي شي حد من غيره. وليد فياض يصرح بان الوقود الجزائري لا يصلح لتشغيل الكهرباء في لبنان. عندهم أربعة ديال محطات الطاقة في لبنان، قال لك ولا واحدة من هذه المحطات اللي عنده في لبنان يمكن لهذا الوقود الجزائري على أنه يشغل الكهرباء فيها، بل كيعتمدوا بالأساس على الوقود اللي كيجي من مصر وعلى الوقود اللي كيجي من العراق. علاش؟ لأن المكلخين في حضارة الجزائر نوعية الوقود اللي عندهم ماشي وقود يمكن الاعتماد عليها في العديد من الأمور. وسبق أن كانت هناك ملفات فساد خطيرة جدا فيما يتعلق بالوقود اللي كان كيصدروا نظام حضارة الجزائر إلى لبنان، وتورطوا فيها شخصيات جزائرية ولبنانية. علاش؟ لأن الوقود اللي كان كيمشي للبنان كان وقودا مغشوش، وهذه المسألة سبق لي درت عليها فيديو على ما أظن قبل سنة تكلمت على هذه المسألة هذه. الآن وزير الطاقة اللبناني يصرح بعظمة لسانه بأن الوقود اللي غادي يجيو من حضارة الجزائر ما صالحش لتشغيل الكهرباء. هو اللي قال، ما قلت انا، ما قالها شي مغربي باش ما يخرجوش عاوتاني يقول لك تحريف للتصريحات ويقول لك حملة إعلامية ضد نظام حضارة الجزائر وما عرف شنو من هذه الأمور. هو اللي قال وزير الطاقة اللبناني.